السلام عليكم. نظرة سريعة على التطور السريع الرهيب لسعر الفراخ. طبعا كان أول فيديو نزلته يا جماعة أهوت. استنى أحاول بس. أيوه، أول حاجة زي ما انتوا شايفين كان دي كانت بكام الكيلو؟ 108. كويس، 108. ركزوا على السعر، سيبكم من الفراخ دلوقتي. 108 كويس اهو. ده السعر اللي كان يعني من يوم ما صورت. طبعا دي بعدها على طول اهيت، دي الفيديو بتاعها لسه منزلش. 117 كويس. دي كام؟ 117 الكيلو. النهارده اهي الورقة دي بتاع النهارده، قسما بالله النهارده الجمعة 10/3/2023 134. ده اللي هي بيقولوا عليها بلدي، هي مش بلدي ولا حاجة، هي ما تفرقش على البيضة كتير. سعر البيضة أعتقد ب90 ب85، مش عارف بالظبط. لكن دي اللي بيقولوا عليها بلدي اللي هي لونها أحمر كده شوية أهي يا جماعة، دي بتاع النهاردة 215 جنيه. مش 2 كيلو طبعا، زي ما انتوا شايفين كيلو 600 جرام. الكيلو شايفينه ب134 جنيه اهو. ده اللي انا بقول عليه. لكن انا مش جاي عشان اشتم في البلد ولا في الحكومة ولا في الرئيس ولا لا مش فيش في الكلام ده. انا جاي بس اقول يعني ليه الحكومة عاجزة تماما عن محاربة غلاء الاسعار الرهيب الفاحش ده. بس يعني نفسي افهم، معقولة الحكومة مش قادرة تجيب الناس اللي هي التجار كبار وتقول لهم انتوا بتزودوا ليه الاسعار بهذه الصورة الرهيبة؟ ايوه انتوا زاد عليكم كذا وكذا، يبقى المفروض الكيلو يبقى بكذا، ويبقى في حساب وعقاب يا جماعة. ما يتسابش السوق كده. والله كل يوم زيادة في الاسعار، كل يوم في كل حاجة، مش في الفراخ بس ولا اللحمة بس ولا الكبدة توصل 300 جنيه ليه؟ وفي حتة تانية ب 320. فهو ده اللي انا بتكلم عنه. وانا زي ما قلت قبل كده، ده غلاء عالمي. كل العالم بيعاني من الغلاء ده ومن ارتفاع الاسعار. لكن احنا بنتكلم عن ان ليه الحكومة مش قادرة تعمل حاجة في موضوع غلاء الاسعار الفظيع ده. هي دي الفكرة. ليه؟ مش بنتكلم عن حاجة تانية يعني. فده انا حبيت بس اصور. بص 3 مراحل وكلها ايه في خلال ما فيش يعني شهر مثلا ولا اسبوعين ولا 3، مش فاكر بالظبط والله. بس اهو دي الكيلو كان ب108 زي ما انتم شايفين اهو. دي بعدها بفترة يعني 117 جنيه الكيلو. دي بعدها النهاردة زي ما قلت الجمعة 10/3/23. دي النهاردة اهي الكيلو ب134 جنيه. الفراخ البيضة زي ما قلت ما بين 85 ل90. مش عارف بالظبط عشان ما اقولش كلام مش وهو ما يكونش حقيقة يعني. عفوا، ما ينفعش طبعا. يبقى اذا ما ينفعش. طب الناس هتعيش ازاي؟ يعني زي ما بقول كده، تخيل بقى أسرة من 4 أفراد، ما يا دوبك الفرخة دي هتكفي 4. يقعدوا كده يجيبوا فرخة بس ب215 جنيه. ده غير بقى ايه خضار وغير السمنة وغير الرز وغير. طب هو ده ينفع ازاي؟ ينفع ازاي؟ مين يتحمل كل ده يعني؟ يعني مين امكانياته تسمح بالكلام ده؟ معلش يعني. ربنا يعديها على خير ويسترها معانا، واحنا نبطل بس جشع وطمع ونرحم بعضنا. ربنا هيرحمنا، لان كل ده برضو ليه جزء كبير قوي من اللي بنعمله في بعضنا، والطمع والجشع، وكل واحد عايز يكسب. طب انت شايف الناس وشايف الحال وشايف الدنيا، ارحم بقى الناس شوية، ارحم. يلا ربنا يرحمنا جميعا ويعدي الأزمة دي على خير، ويلا نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. وكان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.